خلي بالكم يا جماعة، الناس اللي بتدرس لغة إنجليزية طبعا لاحظت إن في بعض الكلمات، في كلمتين ليهم نفس المعنى، وده طبعا اللي احنا هنوضحه إن شاء الله النهاردة بعد ما نوحد الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة هنعمل سلسلة للفروق اللي هي ما بين الكلمات والناس اللي بتستغرب. النهاردة يا جماعة كلمة شقة ناس كتير عارفة ان هي ابارتمنت، حتى بياخدوها في المدرسة، وناس عارفة ان هي فلات. طبعا اللي بيقول ابارتمنت ده الراجل الامريكي، اللي بيقول فلات ده الراجل الايه البريطاني. هنا عندك مثلا شاحنة، طول عمركم بتاخدوها اللي هي تراك. ده الامريكي يقول لك تراك، البريطاني يقول لك ايه لوري. يبقى النهارده عرفت ان في كلمتين اهم ليهم معنى واحد، تراك لوري. تراك شاحنة، لوري شاحنة، دي امريكي ودي بريطاني. مصعد او اللي هو الاسانسير ليهم كلمتين. طبعا غالبية الكلمات اللي كنا بنشوفها اللي هي ليفت، لا في إليفيتور ده يقولها الامريكي على الاسانسير او المصعد، اما البريطاني يقول لك ليفت. دي كانت بعض الحاجات اللي هي طبعا مهمة، ولازم اي حد يا جماعة بيدرس اللغة الانجليزية يبقى عارف الكلام ده كويس جدا. يا رب لو الفيديو عجبكم واستفدتوا من المعلومة بتاعت النهاردة ما تبخلوش علينا بلايك، وشرف لينا ان انتوا تشتركوا في القناة وتدعمونا وتفعلوا زر الجرس. كنتم مع مستر رمضان مهران في قناة رمضان اونلاين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.